ايه يا عم فاروق مالك؟ هو انت كل ما هتشوف بناتك كل جمعة هتعمل كده في نفسك وترجع بالشكل ده؟ غصب عني يا عزت، غصب عني بجد. صعبان عليا بعضهم عني قوي. مش لو ليلى كانت سمعت كلامي ما كانش حصل كل ده، ولا كنا وصلنا للي احنا وصلنا له ده. ايه يا صاحبي مالك؟ هو انت بتفكر ترجع تاني ولا ايه؟ ده هو السؤال اللي سأله لي عزت صاحبي. وقبل ما اجاوبه واجاوبكم على السؤال ده، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. انا فاروق كنت متجوز ليلى من 2 سنين وعندي منها 2 بنت، لكن للأسف ليلى وصلتنا لطريق مسدود بسبب إهمالها ليا. كان كل اهتمامها للبنات ولشغلها والبيت وبس. أنا بقى كنت آخر حد ممكن تفكر فيه أو تهتم بيه، مش من أولوياتها أساسا زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. بقول لك ايه يا لولا، شوفي بقى، تحب نودي البنات عند مامتي ولا عند مامتك؟ علشان أنا بقى إيه، حجزت لنا احنا الاتنين دي يوم الجمعة الجاية في مكان ايه يجنن. طب وانت ازاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ يعني هو انا فاضية للكلام ده؟ انا عارف انك طول الاسبوع مضغوطة ومشغولة، وانا كمان زيك، علشان كده قلت اخدك ونروح اي مكان نفصل فيه شوية. لا لا لا، انا مش فاضية، وكنت هنزل اشتري شوية حاجات محتاجة لها في الشغل، وكمان انا ما اقدرش اسيب البنات يوم كامل. هو ايه، اي حاجك وخلاص. ادي يوم الجمعة، يعني المفروض ان هو يوم اجازتك اللي من حقي اقضيها مع مراتي. وبالنسبه للبنات بقى يا ستي، اشمعنى يعني لما تبقي مضغوطه في شغلك وتتاخري بره بتبيتيهم عند جدتهم، لكن حاجه زي كده لا، ما يباتوش ازاي؟ اديك قلت اهو بنفسك، لما يبقى في حاجه مهمه تستدعي كده، مش طالعه اتفسح وخارجه. هو انت كان المفروض تقولي الاول قبل ما تعمل حاجه زي كده. والله المفروض ان اكون من ضمن اهتماماتك واولوياتك دي. وكمان انا ما غلطتش، يعني ما غلطتش لما فكرت اعمل لك مفاجاه زي ما اي ست بتتمنى في مكانك. معلش يا فاروق، خليها مرة تانية، ولا شوف حد من صحابك وخده معاك يا سيدي. شوف حد من صحابك وخده معاك. شايفين بذمتكم الكلمة المستفزة؟ ومهما حاولت أقنعها والفت نظرها إني محتاج لها، محتاج وجودها في حياتي، عاوز أحس بوجودها كأنثى مالية عليا دنيتي ومالية عينيا، ما كانش فيه فايدة. لدرجة إني في مرة قلت لها، بقول لك يا ليلى، لو انت يا حبيبتي شايفة إن الشغل ضغط عليكي ومسؤوليته زيادة مع البيت والولاد، يبقى بلاش منه، وانا مسؤول اني ما نقصكيش اي حاجة انت والبنات. يا سلام، هو اقعد في البيت بقى اعمل ايه ان شاء الله؟ هو انت عايزني ايه، خدامة ليك ولبناتك وبس؟ وانا وكياني وكاريري واحلامي ايه، طز فيهم مش مهم يعني؟ مين قال كده؟ بس انا عايز راحتك، وانت يعني لما تتفرغي للبيت والبناتنا وتفضلي شوية تبقي ساعتها خدامة. بقول لك ايه يا فاروق، انا مش هتنازل عن كاريري واحلامي. هو اقعد لك هنا في البيت اربي العيال؟ انا متفقه معاك من الاول ان انا هشتغل، بس احنا كمان اتفقنا مش هيكون على حساب علاقتنا وبيتنا. عموما يا ستي، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعمري ما هقدر اغصبك على حاجه. بس ايه رايك يعني لو شفنا حد يساعدك في البيت، اهو على الاقل تفضيلي انا بقى شويه. انت بقيتي بتوحشيني قوي، مشتاق لليلى حبيبتي بتاعت زمان. انا ما بحبش حد غريب يدخل بيتي. وبعدين انت مالك مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ ما احنا عايشين مبسوطين اهو ومش ناقصنا اي حاجه. طبعا هي بتتكلم عن نفسها وبس، لان عمرها ما شافت غير روحها، بس انا كان ناقصني حاجات تانية كتير، ومهما حاولت اني ارجع علاقتنا تاني زي زمان كانت بتقفلني منها قوي زي ما شفتوا كده. لا ولسه هتشوفوا معايا كمان. بصوا كده. ايه ده يا فاروق، انت رجعت بدري يعني النهارده؟ لو انت الصادقه، انا ما نزلتش الشغل اصلا النهارده، لان النهارده يوم عيد ميلادك يا جميل، ما ينفعش يمر كده عادي. يا سلام، وايه علاقه ده بشغلك بقى؟ انا خدت اجازه وطلبت اكل من بره، وكمان يا ستي ذاكرت للبنات وهنيمهم لك كمان. اي خدمه، اهو فرصه احتفل انا وانت بعيد ميلادك يا جميل، يا اجمل ست في الكون كله. والله هقول لك ايه، بس كل ما تكبري بتحلوي اكتر واكتر. اتفضلي يا لولا،
ايه ده؟ وكمان هدية؟ ده ايه الدلع ده كله؟ بس للأسف انا مش هقدر اسهر النهارده لاني راجعه هلكانه من الشغل وتعبانه قوي. بس انا هطفي الشمع معاك اهو علشان ما تزعلش. بس بسرعه بقى، بسرعه عشان الحق انام شويه. وفضلنا على الحال ده وحاولت معاها كتير، بس ما كانتش بتسمع لاي حد ابدا. وطبعا انا مش ملاك، اوقات كان بيحصل ما بيننا مشاكل كتير، بس اساسها كلها انها مش قادره تحتويني بجد. كنت اخر ما يفيد بيا اروح افضفض مع امي، وكانت دايما تحاول تهديني وتصبرني زي ما هتشوفوا كده. تعالى يا حبيبي، انا عملت لنا كوبايتين شاي بالنعناع اهو، وحضرت القعده بتاعت البلكونه زي ما كنا بنعمل دايما زمان. ايه يا ماما، فاكر انا قعده الاعترافات الحلوه دي من ايام الثانوي؟ طب بذمتك يا واد، ما وحشتكش القعده الحلوه دي؟ وحشتني، بس ده انا مفتقدها جدا. عارفه يا ماما، انا حبيت القعده دي من ايام ما كنت بشوفك تقعديها انت وبابا، وبالكم بعدها يبقى رايق ومرتاح، مش الانسان الآلي اللي عايش معاها في البيت دي. ايوه، ليه بس كده يا حبيبي؟ دي ليلى، دي حب الجامعه اللي كنت بتتمنى تتجوزها. نسيت يا واد ولا ايه؟ هو اللي انت من اللي بيتبطروا على النعمه وبيزهقوا من الحاجه بعد ما يوصلوا لها؟ ابدا يا ماما، ابدا والله. انا بحب ليلى قوي، بس تعبت من كتر ما بحاول احافظ على الحب ده لوحدي. حاسس ان هيجي يوم وحبها هيخلص جوايا، هضعف قدام اي كلمه حلوه من كتر ما انا محروم من حاجات كتير. هي يا ابني ليلى بتحبك، وكفايه بناتكم دول بالدنيا كلها. هي بس يمكن طموحها والدنيا واخدينها شويه. اتكلم معاها، او خلي حتى حد قريب منها يتكلم معاها، بس اوعى تضعف وتخسر نفسك وبيتك. اتكلمت كتير قوي، مفيش فايده يا امي. حتى اهلها ما فادونيش في اي حاجه. لما رحت واتكلمت معاهم من قريب، كان في مشكله وقتها ما بيني وما بينها، واخدت بعضها وراحت لباباها ولمامتها وحكت لهم. ولما انا رحت عشان اجيبها، لقيتهم بيقولوا لي ليلى زعلانه ومش هتروح معاك النهارده يا فاروق. انا عارف يا طنط اني زعلتها، بس انا كمان مش مرتاح، ولفت نظرها اكتر من مره. قلت لها تفوق شويه، انا كمان جوزها وليا حقوق عليها، وبنتي شايفه بناتها وبيتها على اكمل وجه، وكتر خيرها والله. هي كمان بتشتغل وبتساعد في البيت. انا ما طلبتش منها تساعد ولا حاجه يا عمي، بالعكس، انا كتير اتحايلت عليها انها تقعد. انا محتاجه احس بوجود مراتي في حياتي، وهي على طول مش موجوده. هو المطلوب مني ايه تاني بقى؟ ده انا قايدالك صوابع ال10 شمع، بيت نظيف وبنات شاطرين ومتربيين، وكل حاجه في حياتك بتتحاسب عليها. تمام، كل ده موجود، ما اقدرش اتكلم، بس ناقص اهم حاجه. انا فين يا ليلى من حساباتك دي؟ انت مش عارفه تحتويني ولا قادره تعفيني. انت شايفه انك عامله اللي عليكي وبتعفيني بطريقتك انت، مش بطريقتي انا. هو انت قصدك ايه يا فاروق بالكلام ده؟ يعني انا مش ماليه عينك؟ هو لازم اكون انا مقصره وخلاص؟ قصدي ان انا معاكي بقيت عامل زي العربيه اللي بتمشي ببنزين، هو انت بتمليها جاز. خايف يوم ابعد واضعف، وقتها هتكون انت السبب. يعني ايه معنى كلامك ده بقى ان شاء الله؟ هو انت ناوي تتجوز على بنتي ولا ايه؟ والله يا طنط مش بعيد. ايوه مش بعيد، لو فضلت مش في حساباتها بالشكل ده اتجوز اللي اكون من اولوياتها وتحسسني بوجود ست في حياتي. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يا ابني، اكيد ساعتها بدات تراجع نفسها شويه وتتغير. ابدا يا ماما، هو نفس الكلام بتاع كل مره. في الاخر اهلها قالوا لي روح حل مشاكلك بنفسك، انت مش صغير. هقول ايه بس؟ معلش يا ابني، انت راجل البيت وماسك زمامه، حاول على قد ما تقدر اتكلم معاها تالت وعاشر ومليون. المهم تحافظ على بيتك علشان خاطر بناتك. وده اللي انا عملته، وحاولت على قد ما اقدر لحد ما كنت هضعف فعلا واعرف غيرها. وهي مجرد ما عرفت بس اني كنت هضعف، بدل ما تراجع نفسها وتفوق وتنقذ بيتنا، لا ازاي، دي غرقتنا زيادة وزيادة، صممت على الطلاق. وده بقى حالي بعد الانفصال. ايه يا فاروق مالك؟ هو انت يا ابني كل ما هتشوف بناتك كل جمعة هتعمل كده في نفسك؟
هترجع بالشكل ده؟ غصب عني يا عزت، صعبان عليا بعضهم عني قوي. مش لو ليلى كانت سمعت كلامي ما كانش حصل كل ده، ولا كنا وصلنا اللي احنا وصلنا له ده. ايه يا صاحبي مالك؟ هو انت بتفكر ترجع ولا ايه؟ انت ناسي انك انت دلوقتي خلاص متجوز غيرها؟ لا يا عزت لا، خلاص ما بقاش ينفع رجوع. احنا ما بقيناش مناسبين لبعض اصلا. انا الحمد لله مستقر في حياتي دلوقتي مع ست تتمنى لي الرضا ارضى، وعارفه تحتويني صح، وخلاص الست على وش ولاده، يعني مفيش مجال للكلام ده. امال ليه حاسس بالندم في صوتك وحالك اللي بيتشقلب كل ما تشوف بناتك، رغم انك الحمد لله مش مخليهم محتاجين لاي حاجه، وبتصرف ببذخ كمان عليهم ما شاء الله يعني. يا عزت، كون اني اصرف على بناتي بعد ما طلقت مامتهم ده واجب عليا وفرض، مش فضل مني، لانهم هيفضلوا بناتي طول العمر. بس بعدهم عني اللي مزعلني قوي. واحيانا بحس بالندم من ناحيه مامتهم، رغم اني حاولت معاها كتير وكنت رافض الطلاق نهائي، لكن هي اللي صممت. وللاسف اهلها بدل ما يعقلوها شجعوها اكتر على الطلاق. بصراحه فاروق، انت ما غلطتش في حاجه، حتى يوم ما كنت هتضعف ساعتها لحقت نفسك ورجعت على طول. ورغم انك بتحاول معاها طول الوقت وسامحت في تقصيرها ناحيتك، لكن هي رفضت تسامح حتى في غلطه لحقت نفسك قبل ما تغلطها وتعملها، وهي كمان كانت السبب فيها. ما تلومش نفسك يا صاحبي، انت عملت كل اللي عليك وحاولت بما فيك كفايه. بس اي علاقه زوجيه او حتى علاقه اخوه او صداقه، اي علاقه في الدنيا تحت اي مسمى، مفيش ايد فيها بتسقف لوحدها. ايوه عزت صاحبي عنده حق، ويا ريت نفهم ان الحياه الزوجيه تستاهل ان احنا نضحي ونقدر ان فعلا ايد لوحدها ما بتسقفش، والحياه دي تستاهل ان احنا نغفر ونسامح، وتستاهل ان احنا نسمع النقد ونغير من نفسنا. واهالينا بقى ليهم دور كبير قوي، يا اما يكونوا داعم لينا في حياتنا، يا اما بيساهموا في فشل الجوازه كلها. ما هي الحياه والدنيا كده، علشان تمشي وتكمل لازم طرف يقدر ويضحي اوقات قصاد ان الطرف التاني يصبر ويفضل ماسك فيه. لكن الانانيه ملهاش الا نهايه واحده، وهي نهايه الحياه كلها.